مؤخرا وقعت لي واحد الحاجه، وبصراحه بدلت لي بزاف الامور في حياتي. ومن بعد ما كان حتى شي مشكل، ما تخاصمت مع حتى شي واحد، غير قررت ناخد واحد البريك صغير. ما نبادرش انا الاولى، ما نكونش ديما متاحه، ونشوف غير شنو غيوقع. دازو ايام، وكل نهار كيدوز كان كيزيد معاه واحد الاحساس غريب، الهدوء. تليفوني نقص فيه كلشي، وقليل اللي يسول فيا وقلب عليا. وفي ديك الفترة بدا كيدور في راسي واحد السؤال ماشي سهل: واش الناس اللي دايرين بيا كيبغوني انا، ولا غير كيبغيو داكشي اللي كنت كنقدمو ليهم؟ باش نفهمو هاد الشي خاصنا نغوصو شوية في نفسيتنا. حنا كاملين لينا بلا ما نحسو كنلبسو واحد الوجه اجتماعي، او لا واحد الماسك. هاد الماسك هو النسخة المثالية منا اللي كنبينوها للناس باش نضمنوا القبول ديالهم لينا. المشكل كيبدا ملي كتولي القيمة ديالنا مرتبطة بشنو كنعطيو. كتقول مع راسك: الا عاونت كتر غيبغيوني كتر، الا ضحيت بوقتي غنولي مهم عندهم. ولكن اللي كيوقع هو العكس تماما. القاعدة النفسية كتقول: الحاجة اللي متوفرة بزاف كتفقد القيمة ديالها. ملي كتولي متاح 24 ساعة على 24 ساعة، وملي كتولي هي الكلمة الوحيدة اللي كتعرف تقولها، هنا كتنزل قيمتك في عينيهم. كينساو باللي انت انسان عنده حدود، وكيوليو يشوفوك كماكينة ديال الخدمات. نهار كتعطل الماكينة كيمشيو يقلبوا على واحدة اخرى. دابا بغيتك دير معايا واحد الوقفة ديال الصراحة. حاول تجاوب على هاد الأسئلة بينك وبين راسك. واش كاين في حياتك شي واحد يقدر يجلس معاك ساعة كاملة في صمت بلا ما يحس بالملل وبلا ما يحتاج منك شي حاجة؟ واش الناس اللي دايرين بيك كيسولو فيك ملي كتهضر، ولا كيسولو غير ملي كيحتاجو منك شي حاجة؟ إلا كان الجواب مؤلم ما تخافش، هذه هي البداية ديال الوعي. الحب الحقيقي هو اللي كيكون غير مشروط، يعني كيبغيوك حيت انت هو انت، بضعفك بعيوبك، وحتى في اللحظات اللي ما عندك ما تعطي فيها. اما الحب اللي مبني على المنفعة فهو مجرد عقد تجاري غير مكتوب، ونهار كتسالي المصلحة كيسالي العقد. دابا كيفاش نخرجوا من هاد الفخ بلا ما نوليو ناس انانيين او قاصحين؟ اول خطوة هي هدم الصورة المثالية. تعلم تقول لا بلا ما تشرح بزاف. لا هي اللي كتحدد الحدود ديالك. اللي كيبغيك فعلا غادي يحترم لا ديالك، واللي كان باغي غير مصلحته غادي يتقلق ويغبر. وهنيئا لك، تهنيتي من حمل زايد. ثاني خطوة: جرب صيام العطاء لمدة أسبوع واحد. ما تبادرش انت الأول، ما تسولش انت الأول، وشوف شكون اللي غادي تفكرك. هاد الأسبوع غادي يكون هو الغربال اللي غيصفي لك حياتك. ثالث خطوة وأهم خطوة: رجع القيمة لراسك. سول راسك: إلا ما درت والو هاد النهار، واش مازال كنستحق الحب؟ الجواب هو نعم. استحقاقك كإنسان ما كيتشرى بحتى شي خدمة. انت إنسان ماشي أداة في يد الآخر. في الاخر بغيتك تعرف باللي ملي كتحبس العطاء العشوائي ما كتخسرش الناس. انت يلاه كيبدا يبان لك الطريق شكون اللي فيها بصح. الغربال ديال المنفعه كيطيح كاع دوك اللي جاو على قبل مصلحتهم، وكيبقاو غير اللي كيشوفوا الروح ديالك ماشي اليد ديالك شنو هازه. كون انسان ماشي وظيفه. كانت هذه حلقة اليوم من نوما. تهلاو في راسكم، ونتلاقاو في الحلقة الجاية.